لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية. اليوم كرة من لوكاس دانييلو عرضية داخل منطقة الجزاء وبعد هدفها دفاع لوكاس يستعيدها وركلة جزاء لريال مدريد مع الدقيقة الرابعة. لوكاس ابن النادي الموهوب الذي دائما ما يحاول الاستفادة من أي وقت يحصل عليه أساسيا في تشكيلة مدريد أو عندما يدخل كبديل. لوكاس هنا عدى ومر وبحث عن ركلة جزاء موجودة، نعم لعقب موجودة من الدفاع، وأمام فرصة هدف أولى في هذه المباراة. كريستيانو عاد ليكم، عاد كريستيانو، هدف مبكر لريال مدريد. كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء يسجل لريال مدريد الهدف الأول المبكر جدا في هذه المباراة. الأجواء ممتعة جميلة لمدريد أن يبدأ بهذه الصورة بعد العمل الرائع من لوكاس وكريستيانو بهذه الضربة بهذا الهدف. أيضا رقما جديد لأنه كريستيانو أصبح هداف الليغا، 9 أهداف في هذا الموسم، وبداية ممتازة بالنسبة لصاروخ ماديرا لريال مدريد لزيدان. لمسة لكريم بنزيما، عودة لكوفازيتش، بينية خامس، بنزيما خامس، ثنائيات جميلة لناتشو. رونالدو تحرك الآن، عرضية باتجاه كريستيانو بالراس، يا ولد يا رونالدو، عودة كبيرة يا كريستيانو، أجمل راسية من رونالدو، قلت أن في أفضل حالاته. أجمل عرضية من جانب ناتشو، انتظرها رونالدو بالراس، يا ولد يا ولد، هدف ثاني لرونالدو في مباراة اليوم. كريستيانو في أفضل أحواله، CR0 قبل الكلاسيكو، يستعيد الكثير من مستوياته ويجعلنا ننتظر بعد ذلك صراعا كبيرا جدا ضد ليونيل في الكلاسيكو. رونالدو هدف ثاني لريال مدريد، عودة مرة أخرى للكبير رونالدو. 2-0. مودريتش ضغط عالي من لوكاس، تبقى لمصلحة خيخون، الكرة العرضية هدف جميل لمصلحة سبورتينغ خيخون. عودة لسبورتينغ عن طريق كارمونا، نعم فعلها كارمونا، هدف مفاجئ للجميع. تمرير أولا شوفها بعد ذلك، لكن هنا الهجمة بعد ذلك استمرت بشكل جيد لمصلحة خيخون. الكرة العرضية للمندفع القائم أو القادم من الخلف، كارمونا يضع الكرة في شباك ريال مدريد. الله على لمسة جميلة في الزاوية البعيدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.